البنات عافاكم، ما تبقاش تقولي نبقى نهضر باللغه المغربيه بالدارجه مع المصريين، راه سي با لوجيك. فاش كتمشيو لفرنسا كتهضروا مع لي فرونسي بالدارجه. هم؟ فاش كتمشيو امريكا كتهضروا مع لي زاميريكان بالدارجه. عبرت الفنانة المغربية بسمة بوسيلي عن استيائها من بعض التعليقات التي تلقتها بشأن استخدامها اللهجة المصرية بدلاً من الدارجة المغربية عند التحدث مع المصريين. وأشارت بوسيل بنبرة غاضبة في فيديو على حسابها الشخصي انستغرام إلى ضرورة التوقف عن الطلب منها التحدث باللهجة المغربية مع المصريين، معتبرة أن هذا الأمر غير منطقي. وقالت الفنانة: البنات متبقاوشة تقول لي نهضر بالدارجة مع المصريين راه غير منطقي. وتساءلت الفنانة في الفيديو عما إذا كان المغاربة يتحدثين الدارجة في فرنسا أو أمريكا، قائلة: فاش كتمشي الفرنسا كتهدر مع الفرنسيين بالدارجة؟ فاش كتمشي لأمريكا كتهضر مع الأمريكيين بالدارجة؟ جدير بالذكر أن بسمة بوسيل تعيش في مصر منذ سنوات طويلة بعد زواجها من الفنان المصري تامر حسني، وهو ما جعلها أكثر ارتباطاً باللهجة المصرية واستخدامها في حياتها اليومية.